جبت لكم البقوله ولا الخبيزه، البقوله بالعاميه، المهم كنقولوا لها حنايا البقوله ولا الخبيزه. جبتها لكم اليوم بواحد الطريقه جد رائعه، تبعوا معايا غير المراحل اللي غنقول لكم وغتجي غزاله. عندنا هنايا نبداو على بركه الله على المقادير اللي عندنا. نبداو بها هي الاولى. ها هي هنا انا مصوباها، عندي هنا جوج قبطات قطعتهم انا بحال هكا، قطعتهم بحال الربيع ولكن ماشي منيلين بزاف. قطعتهم كل واحد كيفاش كيبغي يقطعهم، كاين اللي كيقطعوهم شويه طراف كبار ولا هذا، حيت هما اصلا تيذوبوا مع غنبخروها غتذوب. عندنا هنا كما قلت لكم الكميه اللي بغيتو، يعني تضاعفوا الا كان سميتو كتضاعفي المقادير. هنا كما قلنا جوج ربطات ديال البقوله ديال الخبيزه، وعندنا هنايا الملح، عندنا هنايا الثومه، الملح ما غنديروهش دابا. عندنا هنا جوج فصوص ثوم، من الاحسن حيت كاين اللي كيدير حتى سميتو كيدير هذيك الراس كامل ديال الثومه، هذاك بزاف. انسان كاين اللي عنده طونسيو، كاين اللي عنده السكر كتنزل السكر بزاف الحوايج، انسان ما يزيدش في الحد ديال الحاجه. جوج فصوص بركه بالنسبه لهاد الكميه. عندنا هنايا غندير وسط من هاد البقوله، غندير من هادو جوج فلفلات باش ما نديرش السودانيه باش ما تطلقش، باش ما تجيش حاره. تندير غير هادو تنبخرهم مع الخبيزه. عندنا هنايا جوج شرائح ديال الحامض تما غنديروهم معاهم. هنايا عندي قزبر ومعدنوس مقطعين ربطه، وهادو للتزيين عندنا الزيتون للتزيين، وعندنا الحامض المصير. عندنا هنايا نصف كاس ديال زيت الزيتون، هذا اللي غنشحروا فيه الخبيزه. بالنسبه الاخر غنديروا الملحه ونديروا سميتو. انا معايا تنكمل معكم الوصفه. هنايا انا خليت لكم غير هادو. انا بالنسبه للخبيزه ما بغيتش نطول عليكم من الاول. وهذا هذه صفراء، شتي هاد الورقه تتكون صفراء، هذه ما مزياناش، هذه خاصها تحيد. وهذه واخا تكون خضراء وزوينه وفيها هاد التقابي، هاد الثقوب اللي كاينين فيها، هذه حتى هي فاسده ما عندنا ما نديروا بها. هذه كنحيدوهم من الخبيزه، خاصنا ضروري نقيوها مزيان ونحيدوا منها هاد الشيء ونطلقوها في الماء مزيان. خاصها تغسل مزيان من التراب من بزاف د الحوايج، حيت هي كتعتبر من البريه، يعني ما تتزرع ما حتى شي حاجه، كتكون بريه، تتكون كتنوض غير في الخلا ولا في سميتو. والانسان يعرف فين خاصو ياخذها من عند، يكون شي انسان كتاخديه من عنده يكون موثوق، ماشي اي واحد ناخذه من عنده الخبيزه. هذه كفكره. وعندنا هاد سميتو هاد السيقان ديالها، انا خديت هذيك الطويله ما خديتش هذيك القصيره. هادو كتبقاي، انا كاين اللي ما تيديرهمش، انا تنديرهم. تتبقاي تقطعي تتوصلي للجهه اللي تتكون رطبه صافي، وكتغسلي بحال هكا. خاصها تكون رطبه وتحيدي منها هاد سميتو حتى هي راه مزيانه. خاصها تكون هاد سميتو توصلي للبلاصه تتكون رطبه، غير تتنزلي فيها الموس تتمشي معاك. هذه غير فكره بالنسبه اللي ما عارفش سميتو، اللي ما عارفش كيفاش خاصو يتعامل معاه. وبالنسبه كما قلت لكم تقطاع وداك الشيء، نتيا كتحكمي في التقطاع في الكميه وفي سميتو في الكميه وفي بزاف د الحوايج اللي ما بغيتيهمش من هاد العناصر. ولكن ضروري من زيت الزيتون والكمون والتحميره ضروري هادو، الثوم ضروري ولكن ما خصوش يكون كميه كبيره. انتم البنات انا نزلتها في الكسكاس ديال البرمه، كنكون اصلا غليت الماء. غندير الخبيزه ولا البقوله كل واحده فاش كيقول ليها، وغنزيدوا عليها الربيع اللي قلت لكم. نقدروا نديروا قبطه ديال الربيع فيها معدنوس والقزبر، ولا المعدنوس بوحدو، كل واحد عنده الاختيار ديالو. هنا غنديروا هاد جوج شرائح
غنديروا جوج شرائح ديال الليمون الحامض، وهادو تما غندخلهم داخل باش يتبخروا ليا. وهذيك الساعه اللي بغى الفلفله ولا اللي بغاها حاره راه غياكلها، واللي ما بغاش الحار راه غيحيدو. وبالنسبه كاين اللي تيدير السودانيه، كل واحد شنو كيدير. وعندنا هنايا جوج فصوص ثوم حتى همايا غنخليهم هكايا، نقيتهم وسميتو فاش غيتبخروا غيذوبوا. بالنسبه للتبخار على حسب سميتو زيدوا عليه البوطه، ومره تتقلبيه راه تيبان لك تيمشي معاك بحال هكايا. بحال هذا سميتو كيكون قاصح، غير تديري ليه هكايا كتلقاه كيمشي معاك دغيا بين نص ساعه ثلث ساعه. المهم انتي غتطلع عليه وتشوفيه كيفاش شنو داير. ها هي البنات نزلتها، درت في الكوكوط. الا عندك كوكوط ولا مقله ولا طنجره تكون ما تتلصقش، باش ما تلصقش لك الخبيزه، كنديروا نص كاس ديال الزيت، كنديروا معلقه ونص ديال الكمون، ومعلقه ديال التحميره، ومعلقه كبيره ديال الملحه مع مرش حتى هي تنديروها. وكنديروا هذوك جوج دروس اللي كانوا تبخروا مع الخبيزه تنديروهم في الكوكوط حتى كتغلى شويه. راه شفتوها كانت تتغلي، عاش تندير فوق منها الخبيزه باش تتشرب هذيك القامه وهذاك العناصر كلها تتشربها وتدخلها تدخل فيها. ثم البنات ها هي المقبله ديالنا ولا الوجبه ديالنا، كل واحد كيعتبرها، هي كتعتبر مقبله. شوفوا كيفاش كتجي لذيذه وزوينه. هذا هو الشكل النهائي ديالها. الى عجباتكم بارطاجيوها مع احبابكم والاصدقاء ديالكم، واشتركوا في القناه اذا كانت اول مره تشوفوا القناه، وفعلوا الجرس وديروا لي لايك باش نعطيو مازال الجديد. والى فيديو اخر ان شاء الله.